شيء تصلي على سيدنا النبي في قلبك قبل أي كلام، وهو ده الهدف من الكلام. في هذا الزمان سنة 2025 بقى الرسم مهم من وزارة الصحة. هتلاقي مندوب ماشي في الشارع راكب على ظهر عربية ربع نقل بينادي في الميكروفون بأعلى الصوت وبيقول: عزيزي المواطن، نحذركم من فيروس جديد انتشر. فيروس جديد انتشر هيدمر البشر وأصاب عدد كبير من البشر، ليس له علاج ولم يكتشف له مصل حتى الآن، ومعدي عن طريق التعاملات البشرية، ومنتشر في الجو عن طريق الكلام والتلامس وعن طريق أي معاملة بشرية. فنحذر جميع السادة المواطنين بالتزام أنفسهم والتزام المنازل وقاية من هذا الفيروس. اسمع كلامه يا صاحبي، والتزم نفسك والتزم المنزل وما تتعاملش عشان ما تصابش بهذا الفيروس، لأن فعلا الفيروس ده موجود وأصاب عدد كبير من البشر. الفيروس ده صاحبي اسمه فيروس المظاهر. المظاهر يا صاحبي بقت ماشية بالمظاهر، بقينا بنحكم على البني آدم من الطقمية الماركة اللي هو لابسها، ومن مفاتيح العربية، ومن العلبة الميرت، ومن الفلوس. ظهروا الجنيهين يبقى ده كده يا باشا اعتمد الجنيه غلب الكارنيه. بس هي مش كده يا صاحبي، دي كلها على الطلاق بتستلف من بعضيها، وكلها واقعة وتعبانة، وكله واقع من فوق برج القاهرة، وكله ميت، وكله منفض، وكلها عليها ديون وقسط، وكلها على الله حكايتها وبالزق لهم بالعافية يا صاحبي. وعمرها يا صاحبي ما كانت باللبس اصلا، عشان كده كده اللبس شياكة ونزاهة، واللي بيلبس لنفسه، وانت اللي بتحلي اللبس مش اللبس اللي بيحليك. وعمرها ما كانت بالعربيات، عشان دلوقتي يا صاحبي دايره معاقين وكله ماشي بالجواب عشان الكمين. وعمرها يا صاحبي ما كانت بالفلوس، لان الفلوس كده كده جربانه وعامله زي الجرب، ما بتمسكش الا في المعفن. ويا صاحبي كلها دلوقتي بقت بترسمها، وكلها بقت بتفشخها، وكلها بتجعلصها، وكله يا صاحبي لابس عدة النصب، وكله راسم الوجع، وكله ماشي يجعلصها على التاني، وكله عامل نفسه الجامد والفاجر والمقطع واشك شاب في العشوائيات واللي مفيش منه، وكله فاكر نفسه ون بيس وقطعة واحدة. وكده كده اصلا كلها على مفيش، يعني كلها بتتصور تنزل صورها على المواقع، وهم في الواقع على مفيش. على الله حكايتنا احنا غلابة. اوعى تاخد يا عم بالصورتين، اوعى تاخد بالصورتين يا عم، ولا تاخد بالمظهر، ولا تاخد بالشكل اللي انت بتشوفه. الناس بقت عاشقة للمظاهر وبتتكبر وبتجعلصها. بس المهم في الأهم يا صاحبي، سيد الخلق وأشرف الخلق وسيد الأمة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان متواضع. فتكون مين أنت أو أكون مين أنا عشان نترسم أو نكبرها أو نجعلصها ونشوف نفسنا على خلق الله يا صاحبي؟ كل اللي على التراب على التراب، وكله مفارق، والحياة رحلة يا صاحبي. وما تنساش في الأول وفي الآخر إن كلنا بشر، وكلنا ولاد تسعة، وما تعرفش مين أحسن من مين عند ربنا. من تواضع لله رفعه يا صاحبي، من تواضع لله رفعه. ما تاخدش بالمظاهر وما تاخدش بالشكل، عشان معادن الناس غير اللي ظاهر قدامك. كله من جوه حاجة ومن بره حاجة، كله بيترسم وكله بيجعلصها وكله بيفشخها، وكله دلوقتي بقى بيكبرها على التاني، وبقت دايرة حاجة قسما بالله قرف. قرف بجد. الناس بقت بتاخد من مظاهر. بس نصيحة من اخوك حمودة جرنوف: فعل شعار ومبدأ واحد امشي بيه في الدنيا دي، ما تجيش تعيشها على اللي تفرشها. نقول تاني: ما تجيش تعيشها على اللي تفرشها. فكك يا صاحبي من مظاهر، مش بالمظاهر، بمعدن الانسان من جوه. طول ما انت انسان وطيب وسالك وسالك لله وعندك ضمير ومتواضع، لان من تواضع لله رفعه. المتكبر هو الله، ما تتكبرش يا صاحبي. المتكبر ربنا ما بيحبش المتكبر. خليك متواضع يا صاحبي، وامشي بص، خليك اقل خلق الله. يا رب جعلنا اقل خلق الله. وشعار يا صاحبي تفعله: ما تجيش تعيشها على اللي تفرشها، عشان بقت ماشيه بالمظاهر، واللي جوه الناس غير اللي ظاهر. وصلي على سيدنا النبي في قلبك لو شفت الفيديو للاخر.